حبايبي ابطال الثانويه العامه في كل حته في مصر، النهارده ان شاء الله هنكتب هنتعلم ازاي تكتب مقال how to write an essay لكل مراحل اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. يلا بينا نسمي الله ويلا نبدا شرح المقال. لو جينا نتكلم عن شرح المقال فبيقول لي ان writing skills مهاره الكتابه هي جزء من مهارات اللغه الانجليزيه. فبنتكلم ان مهارات اللغه الانجليزيه 4 اللي هي writing skill مهارة الكتابة، reading skill مهارة القراءة، speaking skill مهارة التحدث، listening skill مهارة الاستماع. ومن ضمن المهارات هي مهارة الكتابة. مهارة الكتابة بيبقى فيها أنواع كتيرة جدا، ولكن أشهرهم how to write a paragraph، إزاي تكتب باراجراف، how to write an essay، إزاي تكتب مقال، how to write an email، إزاي تكتب رسالة بريد. فنتعلم النهاردة how to write a paragraph و how to write an essay. فقبل ما نبدا دايما بنسال نفسنا سؤال، يعني ايه كلمه مقال؟ كمعنى الاول يقول لي المقال ليه معنيين اتنين، عندي كلمه ايساي وكلمه ارتكل. فبنقول ان الايساي ده هو مقال تعليمي. المقال التعليمي هو المقال المستخدم فين؟ في التعليم بكل ما مراحله، ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايساي، والباراجراف هو جزء من من الايساي. اما الارتكل هو المقال المقال الاحترافي. ايه المقال الاحترافي ده؟ هو المقال الموجود في الصحف والمجلات العالميه. جميل. اما بنقول ان الباراجراف عباره عن جزء من الايساي. فالايساي بيكون من عده فقرات، يبقى الباراجراف هو فقره، ماشي؟ يبقى الايساي بيتكون من عده فقرات. فنيجي مع بعض نفهم يعني ايه تعريف الباراجراف. الباراجراف بيقول لي a series of sentences، سلسله من الجمل that are organized، منظمه and related to a single or a particular topic or idea. يبقى عبارة عن مجموعة من الجمل منظمة ومرتبطة مع بعضها بتكون لي في الآخر single idea أو single topic. ده مش معنى idea لأن الباراجراف عبارة عن فكرة من المقال، لأن المقال بيكون من عدة فقرات. يبقى series of sentences، سلسلة من الجمل that are organized and deal and related to a single or a particular idea أو single topic. يقول لي الباراجراف عندي بيتكون من 3 أجزاء. أول جزء معايا هي التوبيك سنتنس، الجملة الرئيسية. تاني جزء السبورتنج سنتنس، الجمل الداعمة. تالت جزء الكونكلودنج سنتنس، الجملة الختامية. فهنعرف الباراجراف أول حاجة في التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس دي الجملة الرئيسية مالها؟ It's the beginning of the paragraph، هي في بداية الباراجراف. حلو، يبقى أول جملة موجودة في الباراجراف. تمام؟ It introduces the main idea، أول جملة دي بتقدم لي الفكرة الرئيسية. يعني إيه بتقدم لي الفكرة الرئيسية؟ يبقى الفكرة اللي الباراجراف هيتكلم عنها. It explains what the paragraph will say، بتشرح لي الباراجراف أو بتوضح لي الباراجراف هيقول إيه. يبقى it's in the beginning of the paragraph، في بداية الباراجراف. Introduce the main idea، بتقدم لي الفكرة الرئيسية. Explain what the paragraph will say، بتشرح لي الباراجراف هيقول إيه. يبقى دي أول فكرة عندي، أول جملة عندي. Supporting sentences هي الجمل الداعمة. الجمل الداعمة دي عبارة عن تفاصيل، بجيب له تفاصيل عن المين ايديا اللي هي الجملة الرئيسية. جميل. فاكتس، حقائق عن الجملة الرئيسية برضه اللي هي المين ايديا. statistics، احصاءات. يعني كلمة احصاء اللي هو نسبة او رقم، او حتى لو ما فيش نسبة او رقم مؤكد بستخدم حاجة من محددات العدد والكمية زي some، a lot، each، every، مش هتفرق معايا. كلمة evidence دليل، examples أمثلة. يبقى تاني السبورتنج sentences دي الجمل الداعمة بتبقى عبارة عن بتبقى عبارة عن details، تفاصيل، facts، حقائق، statistics، إحصاءات، evidences، أدلة، examples أمثلة. جميل. ال5 نقط دول مالهم؟ support the main idea، بيدعموا الجملة بيدعموا الفكرة الرئيسية أو الجملة الرئيسية. يبقى التوبيك sentence أول جملة في الباراجراف It's the beginning of the paragraph. It introduces what the paragraph will say. It contain، بتحتوي على المين idea. المين idea دي بقى بجيب لها جمل تدعمها. الجمل دي بتبقى عبارة عن facts، حقائق، تاني حاجة details، تفاصيل، statistics، إحصاءات، evidence، أدلة، examples أمثلة. كلهم support the main idea اللي هي الفكرة الرئيسية. نقطة رقم 3 اللي هي concluding sentences. يبقى أنا عندي main idea وبعد كده supporting sentences، في الآخر هجيب له concluding دي بقى باخد أول جملة بعمل لها حاجة اسمها restate، إعادة صياغة. باخد أول جملة بعمل لها emphasize، تأكيد على المين idea، أو summarize the body اللي هي الأفكار اللي أنا جايبها في الجمل الداعمة. يبقى restate the main idea، بعيد صياغة الجمل المين ايديا. emphasize the main idea، باكد على الفكره الرئيسيه. summarize the body، بلخص جسم
بلخص جسم الايه الباراجراف نفسه. يبقى انا عندي 3 نقط. اول حاجه التوبيك سنتنس الجمله الرئيسيه، ثاني حاجه السبورتنج سنتنس الجمل الداعمه، ثالث حاجه الكونكلودنج سنتنس. قلنا الكونكلودنج سنتنس بعمل فيها ايه عشان ناكد ريستيت ذا مين ايديا، بعيد صياغه الفكره الرئيسيه باستخدام كلمات مختلفه. emphasize ذا مين ايديا، باكد على الفكره الرئيسيه باستخدام كلمات مختلفه. summarize ذا body. يبقى دي عرفنا ايه الباراجراف باجزائه الايه الثلاثه. واتفقنا ان الباراجراف عباره عن جزء من المقال. حلو. طب تعالى بقى نعرف الايه المقال. يعني ايه كلمه ايساي المقال؟ يقول لي a short piece of writing هو عمل كتابي قصير which deal with a single or particular subject، بيتعامل مع فكره، بيتعامل مع موضوع محدد او ايه او فردي او موضوع معين. جميل. يقول لك it has organized the paragraph، بيبقى فيه باراجرافات منظمه. لسه قايل لك ان الباراجراف هو جزء من الايه من المقال. يبقى a short piece of writing عمل كتابي قصير which deal with a single or a particular subject، بيتعامل مع موضوع. ما قلتش فكره، الباراجراف كان فكره، اما المقال عباره عن افكار. عشان كده موضوع ايه موضوع كامل. بيتكون من 3 اجزاء. الثلاث اجزاء دول قلنا الانترودكتوري باراجراف الباراجراف التقديمي، الثاني البادي باراجراف اللي هو جسم المقال. النوع الثالث اسمه الايه الكونكلودنج باراجراف. اول حاجه معايا هو الانترودكتوري باراجراف الباراجراف التقديمي. ماله؟ ذا فيرست باراجراف اوف ان ايساي، هو اول باراجراف موجود فين في المقال. يبقى ذا فيرست باراجراف اوف ان ايساي اول باراجراف في المقال. ايه اللي موجود جوه الانترودكتوري باراجراف؟ عندي 4 حاجات. حاجه اسمها الهوك او الجرابر اللي هي جاذبه الايه الانتباه، جمله جاذبه الانتباه. تاني حاجه الفوكس ستيتمنت اللي هي جمله الموضوع. تالت حاجه الايه الباك جراوند اللي هي جمله الخلفيه. النقطه الرابعه اللي هي السيزس ستيتمنت اللي هي جمله الاطروحه. يبقى الجرابر، الفوكس ستيتمنت، الباك جراوند، الايه السيزس ستيتمنت اللي هم الاربع نقط دول. جميل. عرفنا ان 4 اجزاء اللي هم الجرابر والفوكس ستيتمنت والباك جراوند والسيزس ستيتمنت. النقطه اللي بعد كده يبدا يقول لي يفسرهم لي واحده واحده. اول نقطه معايا اللي هي الهوك او الجرابر. يعني ايه كلمه الهوك او الجرابر؟ اللي هي الجاذبه او الخاطفه. جميل. وظيفتها ايه بقى؟ بيقول لك it grabs the reader attention، بتجذب انتباه القارئ. بتبقى the first sentence of an essay، اول جمله فين في المقال. it grabs the reader attention، بتجذب انتباه القارئ. it can be، ممكن تبقى عباره عن عباره عن question، عباره عن سؤال، exclamation تعجب، or a quote او اقتباس. يبقى يعني ايه ازاي انه جمله الهوك تبقى سؤال او exclamation او اقتباس؟ لما اقول لك question سؤال، لما اجي اقول لك do you know that، هل تعلم ان، لما اجي اقول لك do you know that يبقى انا كده بسالك سؤال. لما اجي اقول لك exclamation ابدا المقال بتاعه لي how wonderful، يا له من شيء رائع، يبقى وتكمل المقال بتاعك. او ان انا ابدا اقول استخدم اي كوت او ايديوم اقول لك the sound mind in the sound body، العقل السليم في الجسم السليم. يبقى ده بنسميه الكوت. يبقى the first sentence of any essay اول جمله في المقال it grabs the reader attention، بتجذب انتباه القارئ. it can be question، ممكن تبقى سؤال، exclamation تعجب، ولا كوت او او اقتباس. يبقى دي اول جمله اللي هي الهوك. تاني جمله معايا بنقول عليها الفوكس ستيتمنت، جمله الموضوع. ايه جمله الموضوع ده؟ يقول لك it's the topic of an essay written in complete sentence، هي جمله الموضوع مكتوبه في جمله كامله. بنقول عليها هي جمله شامله عامه عن الموضوع، ما بتدينيش اي تفاصيل، بتتكلم عن الموضوع بشكل سطحي او ظاهري، فبنسميها الفوكس فوكس ستيتمنت. جميل. تاني جمله اسمها الباك جراوند، جمله خلفيه. في الموضوع ده الكاتب بيدي القارئ خلفيه عن الموضوع بحيث ان هو يزيد وعيه. الكاتب بيكتب موضوع القارئ ما يعرفش حاجه عنه، فطبيعي في بدايته لازم اديك definition تعريف ليه، اديك باك جراوند خلفيه ليه، بحيث ان انا ازيد الاويرنس بتاعك، الوعي بتاعك. فيقول لي all information، كل المعلومات that the reader requires، بيطلبها القارئ to increase his awareness، عشان يزيد وعيه of the topics. يبقى الكاتب بيدي القارئ معلومات عن الموضوع بحيث ان هي تزيد تزيد وعيه. جميل. النقطه رقم 4 بنقول عليها السيزس ستيتمنت، وهي الاطروحه، ودي اهم نقطه، اهم جمله في الانترودكتوري باراجراف هي جمله الاطروحه، لان بيبقى جواها المين ايديا بتاعت المقال نفسه. يقول لي it states the right opinion، بتذكر راي الكاتب about the main idea، عن الفكره الرئيسيه.
at the end of an introduction وموجود في نهايه الايه introductory paragraph الباراجراف الايه التقديمي. يبقى السيزس الاطروحه ممكن تبقى جمله او اتنين، بيبقى هي دي بيبقى جواها المين ايديا الفكره الرئيسيه اللي هي الافكار اللي هيبدا اكتب بيها الايه المقال. لو انا مثلا فيها في السيز ستيتمنت كتبت فكرتين اتنين يبقى هكتب وراها باراجرافين اتنين في البادي، لو كتبت 3 افكار يبقى هكتب 3 باراجرافز، يبقى فين هكتب 3 على حسب الافكار اللي موجوده جوه السيزس هكتب جوه الايه هكتب ايه الموضوع. يبقى تاني حاجه البادي باراجراف اللي هي فقرات الايه الموضوع. ولما اجي اتكلم عن البادي باراجراف اشوف انا هتكلم عن كام فكره. لو انا هتكلم عن فكره واحده وانا هتكلم عن فكرتين اتنين ارجع لكتابه الباراجراف، اقوم رايح جايب توبيك سنتنس حلو، بعد كده اجيب سبورتنج سنتنس ويبقى جواها ديتيلز وفاكتس وستاتستكس وايفيدنس واكزامبلز، وفي الاخر اجيب له كونكلودنج سنتنس وارجع اعيد صياغه للمين ايديا واكد على المين ايديا والخص جسم المقال. ده فكره. ده لو الفكره الثانيه نفس القصه اجيب توبيك سنتنس وبعد التوبيك سنتنس اجيب سبورتنج سنتنسز وفي الاخر اجيب كونكلودنج سنتنس بعيد صياغه المين ايديا للفكره الثانيه. يبقى كل فكره موجوده في السيزس بيتكتب بقى باراجراف. ايوه يبقى الفكره الواحده بباراجراف، الفكره الثانيه باراجراف، الفكره الثالثه باراجراف، واقل كميه لازم تبقى موجوده في البادي هي 2 تكتب باراجرافين 2. جميل. يبقى ده البادي باراجراف. اخر حاجه موجوده بعد البادي باراجراف هي الايه الكونكلوجن، الكونكلودنج باراجراف الباراجراف الختامي. الكونكلودنج باراجراف بيقول لك بعمل فيه ايه؟ نفس اللي قلناه في الباراجراف بالظبط. ريستيت ذا مين ايديا بعيد صياغه الفكره الرئيسيه. emphasize the main idea بعيد تاكيد على المين على الايه؟ على المين ايديا. ازاي؟ بقوم رايح جايب المين ايديا موجوده من السيزس وارجع اعيد صياغتها باستخدام كلمات مختلفه different words. جميل. summarize the body بلخص الايه جسم المقال اللي هي بقى ايه الافكار اللي موجوده عندي بلخصها على هيئه جمله. ممكن يقول لي في نهايه الايه الجمله الباراجراف الختامي we can use نقدر نستخدم question اسال القارئ سؤال بحيث ان انا اخلي عنده تشويق او ان انا اسير فكره. warning اقدم له تحذير بحذره من شيء or suggestions ان انا اقدم له ايه اقتراحات اقترح عليه حل من الايه من الحلول ومشكله ما. يبقى الكونكلودنج باراجراف بعمل فيه ايه ريستيت ذا مين ايديا بعيد صياغه المين ايديا الفكره الرئيسيه emphasize واكد على المين ايديا باستخدام كلمات مختلفه using different words. emphasize the body بلخص الايه الجسم. وممكن في نهايه المقال اكتب له question سؤال warning تحذير or ايه suggestions اللي هي الايه suggestion اللي هي الايه الاقتراحات. يبقى المقال بالنسبه لي قلنا ايه الباراجراف جزء من المقال. حلو. يبقى المقال بيتكون من عده باراجرافات. اول حاجه في المقال قلنا الانترودكتوري باراجراف، البادي باراجراف، الكونكلودنج باراجراف. الانترودكتوري باراجراف بيتكون من 4 حاجات: الهوك والفوكس والباك جراوند والسيزز ستيتمنت، دول 4. البادي ده بيتكون من اقل كميه فيه لازم ان يبقى فيه باراجرافين 2 باراجرافز اقل حاجه 2. والباراجراف قلنا بيبقى جواه التوبيك سنتنس او الجمله بجيب لها سبورتنج سنتنس جمل داعمه بتبقى عباره عن ديتيلز وفاكتس وستاتستكس واكزامبلز وايفيدنسز. ده الفكره الاولانيه. وكذلك في الفكره الثانيه بطبق نفس الكلام واقوم رايح جايب له كونكلودنج سنتنس جمله خاتمه. بعمل ايه؟ بعيد صياغه المين ايديا في اول جمله في الباراجراف او ان انا اكد عليها. جميل. وفي الاخر الكونكلودنج سنتنس نفس القصه بعيد صياغه بقى الايه الموضوع كله من المين ايديا باستخدام كلمات مختلفه او بلخص جسم الايه المقال.